حنا جيت مسرورين، وبالاخص انا كنعبر على رايي انني جيت مسروره، انني شفت سعاده معالي الوزير شفتو في الفيستيفال، وتمنيت منه باش يجي يزورنا، وواعدني انه يدير الزياره، ودار هاد الزياره وكتشرفنا هاد الزياره بزاف القدوم ديالو، وكنتمنى من دوك الخدام ديالو ان شاء الله يتكرر الزياره ويكونوا مباركين علينا، وتكون مباركه يعني ميمونه لينا ولجميع هذا الاقليم. وان شاء الله تنتمنوا زياره وزاره اخرين، وسيدنا حتى هو يزورنا، لان حنا محتاجين بهذه الزياره ديال الدوله تفكر فينا، ما تبقاش ناسيانا ويجيو يشوفونا في هذا الاقليم. راه طنطا من المغرب ماشي من المغرب، راه طنطا من المغرب كنتمناوها. وبالنسبه للبحر السكر عندهم هذا لوكي هذا معذبين فيه، شي نهار يتهرس شي واحد، ووقعت مراحل كاين اللي تهرس فيه دائما كيوعدهم غادي يصاوبوا لهم هذيك الدروشش كيطلعوا ديك الفريقوات الثقال، وما عمرهم داروا شي مجهودات. ديك المجهود اللي كيديروا غير الترقاع، وهذا الشيء غير كافي. خاص حاجه كيدخل منها المنتوج تبارك الله. هاد شوف غير هاد المارشي، هاد سوق السمك اللي تعطى كبير. علاش تعطى لان هاد المدينه راه هي الاساسيه هي البلديه ديالها، كتمثل الثانيه ديال عين اللوح، ولكن تعطى لها هاد سوق السمك اكبر سوق تبارك الله. ولكن شكون اللي كيدخل ليه هاد التنميه ديالو؟ منين كتجي هاد الاقتصاد ديالو؟ على ظهور هاد البحريه، على ظهور هاد البوفريه مساكنه الفقراء. ولكن هاد الفقراء خصهم يصلحوا لهم هذاك السكنديره اللي كيطلعوا فيها، ماشي يخليهم يتعذبوا ويطوفوا في هذا المجال هذا، لان هذا المجال مكرفصين بزاف. والباب حنا ما غاديش نقولوا على الباب، لانه سيدنا راه وصلاتو الخبر منين جا داك الباطو وقع داك المشكل، راه قال لي الرمانه ترقعات. حنا دابا نشوفوا غاد لوكي بعدا هو الاول اللي هو دائما ضاغطين عليه، ودائما يقولوا غيصلحوه لهم، وشي اصلاح ما كاين، دائما عايشين مساكن في العذاب. وهاد الناس اللي هما كيضحيو بعمارهم وعايشين معاهم قومان ديال عباد الله، هاد القومان اللي عايشين معاهم راه في ظل البحري، وسيرتو في البحري ديال الزوارق. راه شوف نقولوا مول البناكريه موفر لي لاسيرونس، مول الفريخه، مول السردين، هذا مول الفلوكه مسكين 2 متر ومعذب فيها معيش معاه 60,000 واحد. راه الا كتشوف مال الفليك شحال كيعيشوا معاهم ديال البوفريه، خاص الحقوق اللي تعطى لهم تعطى للمستوى ديال المراكب الكبرى بحال بحال، لانهم هما عايشين. جريدة صحة نيوز كتشكرك على هذا ايه مرحبا سيدي، وكنتمنى هذا الاعلام يعطي شي فائده، لان هذه البحريه ديال القوارب الصغرى ضايعين بزاف، ضايعين. ما كاينش اعلام اللي كيهتم، ما كاينش اعلام اللي كيهتم بهم، وهما الوحيدين. وبالنسبه للبحريه ديال القوارب اللي هما الصغرى ديال طنطا، هما اللي مشاركين في تنميه الاقتصاد ديال الاقليم وديال المغرب يسري. وبالمغرب يسري راه المدخول اللي كيدخل ديال الفلوس، سوق السمك والطاكس وكل شيء راه على ظهر البحريه ديال طنطا. ولكن واسفه ما كاين والو، واسفه. صافي تحياتك، شكرا.